قبل ما تبدا المقطع اتمنى تروحوا تحت في الديسكربشن راح تلقوا القناه. اتمنى تروحوا تدعموها باللايكات والسبسكرايبات وكده. وبس يلا خليكم مع المقطع. السلام عليكم شباب، شخباركم؟ شو مسوين لكم مقطع جديد ماينكرافت او شيء جديد ماينكرافت. قبل ما نبدا هذا الشرح حاب اشكركم مره على التفاعل في المقطع السابق. وصلنا في المقطع السابق 100 لايك، 150 لايك، يعني شيء مرة رهيب بالنسبة لقناتي. أول مرة أوصل 100 لايك و500 مشاهدة، يعني شيء مرة أسطوري. وزدنا 50 مشترك، يعني الحين لازم أشكركم مرة على 500 مشترك، وإن شاء الله ل1000 مشترك. شكرا مرة على 500 مشترك. وبس يلا خلينا ننتقل للشرح. طبعا في هذا الشرح هنشرح لكم كيف ستحطوا بلوكات في درج في ماينكرافت، يعني في درج مثل ما تشوفون الحين. اعتقد انه اسمه درج او رف يب. اوكي هذه هي البلوكات، يعني يمديك تحط بلوكات. خلنا اجيب بلوكة مثلا، اجيب هذه البلوكة ديرت واجيب هذا الخشب. يعني يمديك تحط جميع انواع البلوكات. خلنا نجيب هذا الاندر تشيست والآلة التطوير وهذا الشيء. انا احط ديرت واحط هذا الشيء. شيء مرة اسطوري، يعني يمديك تحط فيها جميع البلوكات. وخلنا نجرب مثلا الايتمات. خلنا نجرب هذا السيف واجرب الاكس. وخلنا كمان نجرب البو، يعني اشوف. خلنا نجرب هذا الشيء. احط اوكي السيف طلع مرة معوق. وخلنا نجرب الاكس. اوكي الاكس كمان طلع مرة معوق. اوكي خلنا نجرب بو. البو شوي يب طلع معوق. اوكي طبعا راح تلقوا حق الايتمات، شرح حق الايتمات، كيف تعلق الايتمات في ماينكرافت او كيف تسوي علاقة ايتمات في ماينكرافت، راح تلاقوه تحت في الديسكريبشن. وطبعا خلينا نجرب الايتمات. اوكي الايتمات. اوكي هي كمان طلع شكلها مرة معوق. خلينا نجرب الاميرالد. يب طلع شكلها معوق. اوكي راح تلاقوا رابط تحت في الديسكريبشن للشرح، شرح كيف تحط ايتمات في زجاجة، يعني زي كده تحط ايتمات في زجاجة. وبس يلا الحين خلينا ننتقل للشرح كيف تسوي هذا الشيء. اوكي والحين الاشياء اللي تحتاجها وهي هذا ستيرز وهذه تراب دور. والحين تجيب هذا ستيرز، يعني طبعا اي نوع من الستيرز تبيه. تحط هذا ستيرز زي كده وتحط ستيرز زي كده وتحط فوقه ستيرز. اوكي تحط فوقه ستيرز وتحط فوقه ستيرز. حلو. والحين نجيب هذا التراب دور ونحطه هنا ونفتحه. نحط التراب دور ونفتحه او نغلقه ما ادري كيف. اوكي نفتحه ونحط كمان فوق هذا الشيء تراب دور. حلو. اوكي والحين بعد ما خلصنا الشكل حق هذا الشيء نحط هنا جلاس، اي نوع من الجلاس. يعني لو حطيت ديرت او شيء زي كده راح يسوي لك مشكلة. بعدين راح اوريكم المشكلة. مثلا تسوي كده، اشر على هذه الجلاس وتدوس على F3. اوكي بعد ما تدوس على F3 تدوس على تي، يعني تفتح الشات تقدر تكتب سلاش تي بي وتكتب هذا العدد راح تكتبه هنا في الشات. هذا العدد 499 ناقص 100,216. حلو. بعدين دوس انتر. طبعا لو حطيت بلوكة غير، مثلا لو حطيت هذه البلوكة، لو حطيت بلوكة ستون زي كده وتسوي تيليبورت راح يطلعك من البلوكة. فهمتوا كيف؟ ولو حطيت جلاس ما راح يطلعك من البلوكة. اوكي والحين شو راح تسوي؟ اشر هنا وتروح تحت في الديسكريبشن راح تلاقي اوامر. تنسخ ال5 اوامر. هنا في 5 اوامر تنسخها كلها. راح اوريكم كيف تنسخ الامر الاول وتروح للشات تلصقه وتدوس انتر. بعدين تروح تنسخ الامر الثاني. طبعا في 5 اوامر راح تنسخها وتلصقها في الشات وتدوس انتر. تنسخ الامر الثاني وتلصقه في الشات وتدوس انتر. وتروح مرة ثانية زي كده وتنسخ الامر الثاني وتلصقه في الشات. اوكي تلصقه في الشات زي كده وتدوس انتر على اساس اننا نرسب بين ارمور ستاند، على اساس انهم ياخذوا البلوكات. وتسوي كده وتدوس انتر وتجيب امر رابع كده وتدوس انتر. طبعا لا تتحرك من هنا، لا تتحرك ولا اي شيء. تدوس تجيب بس الاوامر وتلصقها كده. تجيب الامر وتلصقه هنا. حلو. والحين بعد ما خلصت 5 اوامر هنا، يعني ارسلت 5 اوامر، والحين نجي نطلع من البلوكة ونكسر البلوكة. والحين صار معنا الشيء اللي نبيه.
الحين نجيب البلوكات، نجيب مثلا هذا البلوكة وهذا الوول. اوكي، نجيب لي مثلا البيكون. اوكي بيكون، واجيب لي بلوكات الريدستون وبلوكات TNT. اوكي، والحين ندوس عليها هنا كليك يمين زي كده، وراح تنحط معاك البلوكة، وتيجي عند الوول زي كده تحط الوول، وتيجي هنا وتحط البيكون، وتيجي هنا تحط TNT الريدستون والTNT، وتحط TNT. يعني مرة شيء خرافي، يعني لو كان شكل يعني شيء مرة خرافي. اوكي، خلينا الحين افضل الانفنتوري. وبس اذا كنت الشرح لا تنسى اللايك والسبسكرايب والكومنت. وبس يلا، شكرا على 500 مشترك. وبس يلا، السلام عليكم.